بسم الله، بدينا على النبي، صلينا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عسلامة. ومرحبا بكم اخواتي. باهي اخواتي، اليوم لحد كما تعرفوا. اليوم كما قلت لكم روتيني متاع كل نهار في الكوزينة. بديتها اول ما كما كالعادة والعوادة، الله لا يقطع لنا العادة. بدينا بفطور الصباح، فطرنا فطور الصباح، من بعد يا قلت يا ربي الأعمال عليك، خلينا ندخل الكوزينة. باهي هنا كيف ما تشوفوا اخواتي، اول حاجة بديت غسلت البيوت متاع الغاز. باهي غسلتهم الكل مع بعضهم بالوحدة، غسلتها بالقطعة بالقطعة. ومن بعد مشيت للغاز، نظفته بالقدا زادة كيف ما تشوفوا، باش تتبعوني زادة كيفاش ننظف الغاز. والحق اليوم امي هي اللي طيبت الغدا، ما طيبتش، طيبت ملوخية وسليقة قفصية، السليقة اللي هي شبيهة الحساء. هي كيف ما قلت لكم أكلة قفصي. باهي. كما تشوفوا لهنا قاعدة نغسل في الحدة متاعين الغاز. كما تشوفوا لهنا غسلتهم بالوحدة بالوحدة. كما قلت لكم اخواتي، كما كل امرأة كما كل طفلة روتينها متاع كل نهار. الحق نهار نمسح ونهار نسيق، مش يعني كل نهار تسيق، والا نهار بنهار، نهار مسحان ونهار تسيق. كيف ما تشوفوا الحق تعاوني اختي زادة الصغيرة ريحان، تعاوني في القضية، تنظف معايا بالحاجة يعني، مثل تفرح، مثل تلم البيوت. ومسحان هنا مع بعضنا، وما متبانش في اليوتيوب، مازال متحبش تبان في اليوتيوب، ربي يهداها. باهي اخواتي، زاد نحب نبارك للكفاصة الكل شفتوني البارح، هبط فيديو قصير، صحيح مش واضح برشا، والكل نحب نبارك لهم بش اسمها قوافل قفصة طلعت الناسيونال. ما شاء الله البارح ليلة عالمية في قفصة، وليت قفصة كاملة البارح، كبارها وصغارها محتفلين وشيخين وعاملين جو. البارح كما قلت لكم ليلة عالمية في قفصة سونتر، وين القفاصة اكيد يعرفاها. شو اسمها، وين جرة بورقابة ومكتبة الدروج حافلين بفوز قوافل الرياضية بالقفصة. نهناها، فرحت القفاصة كلها، ويعطيهم الصحة وربي يشدلهم في صحايحهم الكل. باهي كيف ما تشوفوا اخواتي، هنا الغاز مسحته كله، ومسحت كيما العادة. نمسح الفايونس هذاك الورا الغاز على خاطر كيما تعرفوا وين الغاز يلزم الرخامة، والفايونس هذاك الكل يلزم شو اسمه، لا اله الا الله محمد رسول الله، يلزم ينضاف، خاطر تنطر عليه زيوت وليدامات، يلزم ينضاف. باهي لهنا باش نجي الماعون كالعادة، بديت زاد نحي منه اليدام الكل، ومن بعد نغسلو في الرغوة. باهي اخواتي، زاد نحب نشكر كل وحدة دخلت وتفاعلت معايا في القناة، مرحبا بها ومرحبا بكم الكل، شرفتوني في قناتي. باهي زاد نحب ثم اخت جزائرية سألتني، قالت لي على وصفة لتبييض البشرة. باهي باش نقول لك يعني، عندي وصفتين، هذون الوصفتين طيارة برشا، سمحين برشا. بالحلبة. باهي هذونا مثل العروس باش تعرس، قبل عرسها بشهرين ب3 شهور تبدا فيهم. باهي شنية الوصفة الأولى؟ الوصفة الأولى تشد الحلبة بودر، مرحية بودر، وتشد العسل، مثل مغرفة صغيرة، مغرفة كبيرة عسل ومغرفة كبيرة حلبة، تخلطهم مع بعضهم وتدهن بها وجهك. باهي تدهن بها وجهك كامل بالداير، وجهك تدهنه، ومن بعد تخلي قدر نص ساعة، تخليها لين تاخذ مفعولها الكل في البشرة. ومن بعد تمصمصها بالماء، ما يكونش ماء سخون، ما يكونش ماء بارد، ماء عادي الزبالة. باهي تمصمص بها وجهك، وتمسحه بشوي بشوي بالماء نشفة، وتشد قطنة تعملها بالماء ورد، بالماء ورد، سواء تشري من الفارماسي والا الماء ورد الحر. تشد هكا تبدا تدهن بيه وجهك كامل، الماء ورد هذاك تدهن بيه وجهك كله.
هذا كل نهار يلزم الوصفة هذه تعملها لوجهك. ولو الوصفة الأخرى زادة نفس الشيء بالحلبة. الحلبة معروفة باهية للإنسان لكل شيء، للدم، للسكر، السخانة في الكرش من داخل في المصارين باهية، زادة البشرة متاع الوجه باهية لكل شيء. اش تعمل؟ تشد فص العظمة اللي هي انتو في الجزائر تقولوا لها فص ولد الدجاج، نحن هنا في تونس نقولوا لها العظمة. باهي الفص الاصفر متاع العظمة تشد معاه تخلطها زادة نفس الشيء بالحلبة، تعملها في وجهك زادة قدر نص ساعة، تخلطهم بالقدا حلبة بودر، فهمتي؟ تخلطهم بالقدا وتعملها في وجهك زادة قدر نص ساعة، تخليها في وجهك وتمصمصها. وبطبيعة الحال الماء ورد، يلزم قطنة فيها ماء ورد تعملها تدهن بها وجهك. هذه تواظب عليها الوصفتين هذونا أظن طيارة بالحق، أظن من أعز الوصفات للوجه. سمحين برشا برشا. باهي اليدين كان نقولك حاجة أختي باش تضحك علي، أنا واحدة من الناس إيديا مدمرة بالجافيل وبالبرودوي متاع التنظيف والكل. إيديا إيش نعمل لها؟ الفازلين، إيدي ديما بالفازلين ندهن فيها بالفازلين. الفازلين أعز حاجة جربت برشا حاجات، أعز حاجة شو اسمها الفازلين لليدين. وإلا تحب تعمل تقشير ليديك ش تعمل؟ تشد ليمة وسكر وزيت زيتونة، تعمل بيهم تقشر بيهم ايديك، تدهنوا في ايديك، فهمتي؟ ومن بعد تغسل بالماء وتعمل فازلين. وحاجة أخرى الفازلين مش تعملوا زادة وتخرج للشمس مثال، ولا تعملوا ولا تمشي طيب بيه ولا حاجة. بالعكس هذاك اش يعمل اليدين يزيد يدينك يسودها أكثر، اليدين تولي في حالة في عوض باش طبيات مثال تخرج بها للشمس وإلا تخرج بها طيب بها تكحال اليدين. مصمص ايديك، تغسل يديك بالصابون الأخضر ومشي على روحك. عندك قضية باش تقضاها، المهم لا يديك ما تبداش ضاك فيها الفازلين، والا ما تبداش تجي طيب زاده نفس الشيء يديك تبدا ضاك فيها الفازلين راهي تهلك اليدين تسويد. باهي اخواتي اللي هنا كيف ما تشوفوا هذا معون اللي هنا نغسل في المعون كما شفتوني نظفت، نحيت منهم ليدام والكل. وتوا كيف ما تشوفوا اخواتي بعد غسلتهم بالفراغ ودينول وجافيل بطبيعة الحال نمسمس فيهم. اخواتي حاجة زاد ديما نقولهم عندك الكوزينة والطواليت اعزكم الله هذونا اكثر وحايد ما يبرد قلبي ونرتاح كي ننظفهم. الكوزينة والطواليت من نجمش بالحق، يلزم الكوزينة ديما نظيفة نحبها والطواليت ديما نحبها نظيف، بالاخص الطواليت اخواتي. الطواليت الكوزينة الواحد هاول كل نهار باش يغسل بطبيعة الحال، مش يخلي معون الفطور مع معون الغداء مع معون العشاء، لا يلزم ديما معون الواحد ديما ايديه في الكوزينة يغسل المعون. والطواليت هذيك زاده يلزم ديما نظيفة بصراحة. يلزم ما نجمش نقعد نهار ما ننظفش فيها الطواليت. يلزم زاده بالدينول والجافيل يلزم نحكها والكل. باهي كيف ما تشوفوا زادا هنا زادا الرخامة والفايونس الكل عملت عليه دورة الكل نظفته. زادا نحب اختي هذه الجزائرية قالت لي كثر من الروتينات متاعك، هاني خذيت بخاطرك يعني زعما قلت نهار نصور ونهار لا، نهار نصور ونهار لا. يا اخي هيا يا ربي العمل عليك، وليت خذيت بخاطرك ونظفت. لهنا جيت للبيت هذه البيت هذه الحق نظفتها امس الكل امس. بدت لها الملحفة وبدلت لها الفراشات الكل، واليوم عملت لها هكا الحق لما رقدت فيها. اليوم عملت لها ضريب نظمتها شوي وعملت لها فرحتها ومسحتها مسحة سمحة كيف ما تشوفوا اخواتي. وكما قلت لكم زاد يعطيكم الصحة وتفاعلكم زاد كما كل من ندخل القناة نلقاهم زادوني في الابوني، دخلوا عملوا ابوني زاد نفرح بركة برشا ونزيد نتشجع اكثر وكثرين.
مني كنت باخلة لا نقول لا مشني باش نصور غدوة، نولي كي ندخل القناة نجي نلقى كما قلت لكم اخواتي، وين نلقاكم متفاعلين معايا نجي نزيد نتشجع اكثر واكثرين. نولي من كنت باخلة على التصوير والكل نولي عيا نجبد نصور من اول وجديد وكل. كما قلت لكم اخواتي هذا روتيني متاع نهار لحد كما تشوفوا. زاد كما قلت لكم قفضت البيوت الحق مش مسخين برشا، نظفتهم عملت لهم تفريحة ومسحة خفيفة والكل. لهنا كما قلت لكم جبت اللي تحت البيرو هذاك باش تحت البيرو فرح تحت السرة بطبيعة الحال. الحق السرة تحت السرة نضاف كما قلت لكم امس نظفتهم، جبت تحتهم ونظفتهم. لهنا جيت للبيت هذه زاد نفس الشيء. لهنا عنا دبش الشتاء جبدنا دبش الصيف وخملنا دبش الشتاء. لهنا كيف ما تشوفوا زاد الملاحف زاد بدلناهم امس، ما شاركتهمش معاكم الحق. كما قلت لكم اخواتي توا سخنة الدنيا، يلزم الملاحف الكل تبدل مرة في مرتين 3 مرات في الاسبوع، ما نخلوهاش يعني اسبوع ولا اكثر. يلزم كما تعرفوا سخانة وعرق والكل، يلزم الواحد زاد يقعد على حاجة نظيفة ما يخليش الحاجة تقعد بالاسبوع بالاكثر والكل. انا نبدلو كل نهارين 3 نبدلو الملاحف. باهي لهنا كيف ما تشوفوا زاد باش نمسح البلاكارات الكل، باش نمسح اللوح متاع الماروات نمسحهم، باش ننفض الجراية ونفرح تحت إله الله محمد رسول الله تحت البانك زادة، ونمسح وننظف البركون زادة باش نصيق. وزادة مش نصيق ونعطيه مسحة سمحة، مش كل مسحة متاع دونجي، نعطيه مسحة سمحة نرش نعمل فيه شوي ماء مع شوي برودوي ونمسح الكل، ومن بعد نعطيه سلطة والكل. كيف ما تشوفوا لهنا البيت هذه كيف ما تشوفوا ديما نجي عكس الضوء باش ما يجيش كي نجي نصور ما يجيش اظلم ولا حاجه. باهي لهنا نجي لسرير اختي حاطه الشارجه تليفونها يتشارجا، تشرط عليا تقول لي ما تنحيش التليفون وما تجبدش السرير وما تفرحش تحته يا بنتي. نقولها لا خليني نفرح تحته، لا تطيح لي تليفوني، تطيح لي ساعات تغلبني ساعات نغلبها وهذه. باهي اخواتي كما قلت لكم كيف ما شفتوني نظمت الجراية الملح والكل نفضتها باش نطبق الزهرة ونرجعها لبلاصتها. كيف ما قلت لكم اخواتي على اساس اليوم باش ننظف الدروج نسيق وننظف لا اله الله محمد رسول الله الحديدة متاع الدروج. سهلش ربي ان شاء الله، قلت اجلتها ان شاء الله كان احياني ربي غدوة بخير ان شاء الله قدرة ربي تو ننظفه. كيف ما قلت لكم ان شاء الله ما تصبحش ما يتبدلش الطقس تعجج الدنيا، خاطر كما تعرفوا وقت تبديل الطقس سبحان الله ما بدلت كيف يجي داخل الصيف وكيف يجي خارج الصيف. سبحان الله هنا في الجنوب الطقس يتبدل طول فيش بالعجاج تعجج الدنيا، فهمتوا؟ يعني الواحد مش يتعب وحالته حالة ومن بعد في الاخر في اخر لحظة يمشي كل شيء، يتهلك كل شيء. باهي لهنا اخواتي كيف ما تشوفوا نظف التلفزة والكل باش ننظف زاد اللوح متاع المارو الكل. كيف ما تشوفوا لهنا عندي خيشة مبلولة وخيشة شايحة، نمسح بالمبلولة الاولى ومن بعد نمسح بالشايح. البلاصة اللي نوصلها ها ويني نوصلها كيف ما قلت لكم في فيديو سابق اخواتي، ايدي اليمين ما نجمش نهزها برشا، ما نجمش نهزها يعني برشا متعبتني برشا بالحق من التلقيحة متاع الكورونا، تعبتني على الاخر زاد صدقوني. ساعات نوصل من نجمش نحركها اصلا. كيف ما شفتوا
بالطرف نمسح كيما هكاك بالخيشة المبلولة، ونمسح بالشايحة. باهي اخواتي لهنا كيف ما تشوفوا نفرح. باهي كيف ما قلت لكم ديما على قد ما نحاول نعكس الضوء، نولي شو اسمها نسكر البورتفيناتر كيما شفتوني كي نسكر كيما هكاكا باش نجم باش يجيني التصوير ما يجينيش هذا يعني ظلمة البيت ولا حاجة، نسكرو ونحل الضوء متاع البيت كيف ما شفتوا، نفرح البيت بكلها. باهي اخواتي لهنا باش نجي من بعد لفرحت البيوت باش نفرح الكل واحد. باهي لهنا شوفوا كل نهار قسما بالله كل نهار نفرحوا كيما هكاك، كل نهار هكا الغبرة ديما هك يعني سبحان الله. امس زادا نظفنا وفرحنا ومسحنا صحيح كما قلت لكم، نهار بنهار، نهار مسحة عادية، ونهار نمسحه يعني عوض نسيقوا فهمتوا. وديما كيك ديما البراكين والكل كما قلت لكم دارنا جت على القياس وزيد يعني حتى ما جتش مثال نقولوا نحنا فيها بني برشا ينقص شوي تراب ولا حاجة، لا كيف ما شفتوا جانا قابلين الجزرنا بالضبط ودارنا على الكياس بالضبط، نمشوا بالعجاجات بكل شيء. ايه لهنا كيف ما تشوفوا اخواتي لبي جيت كما قلت لكم عملت لها مسحة سمحة، مسحتهم البيوت كما هكاكا شفتوا، عملت شوي جينول مع الماء ورشرشت بيهم البيوت كلها ومسحتها خيشة مبلولة من غير ما عصرتها، وبديت نمسح فيها، ومن بعد عطيتها سلطة بالفرطوار، عديت على البيوت كلها كما هكاك بنفس الطريقة، حق ينظفوا بالكدا ويفوح كما قلت لكم البرودوي اللي ينظف به يفوح بالكدا، تقعد ريحة البيوت ريحتها تهبل. كيف ما شفتوا لهنا زاد البركون زاد باش نعمله بنفس الطريقة والكل. عملت البركون وسكرته، ومن بعد باش نجبد نعمل تحت البانك كيف ما تشوفوا لهنا دزيت البانك وباش نعمل تحته الكل، ومن بعد نجبد بالطرف نجبد بالبلاصة بالفرطوار ونسلت ونمسح. هذا هو روتيني كل نهار متاع كل نهار هيك. سبحان الله كما قلت لكم مش كما المرأة اللي قاعدة في الدار كما المرأة اللي تخدم مسكينة. توا نحنا هنا كل نهار تنعملوا مثال نهار في الأسبوع نهارين في الأسبوع تنعملوا هكا القضية والكل، وما المرأة اللي تخدم مسكينة تخدم تروح طيب غداها متاع غدوة وتشوف صغارها وتشوف حالها وسويلها في الدار مسكينة، عندها واخر الاسبوع ترتاح فيه لا تتعب فيه. فاش تتعب فيه؟ لازم تعمل جروميناج نهار السبت لدارها، تنظف دويرتها نهار لحد، لا نهار لحد تصبح الدنيا تقول لك نعمل جروميناج نهار السبت، نهار لحد الاخرى تصبح الدنيا نظيفه. وتمشي تعمل مسكينه يلزمها حمام هي وبناتها مثال هي وصغارها يلزم تمشي الحمام، يعني ما عندهاش وقت باش ترتاح فيه. عندها السبت ولا حد باش ترتاح فيه من الخدمة، ترتاح صحيح فيه من الخدمة ما ترتاحش في الدار، يلزمها تعمل جروميناج دارها، يلزمها تولها صغارها مسكينة نهار لحد كيف ما قلت لكم تلزم تهز صغارها للحمام وتهزهم للحجامة كان عندها بنات تحضر لهم، وطيب غداها متاع مثال متاع نهارين متاع
نهار الاثنين ونهار الثلاث وهي كاكا مسكينة. الساعة اللي يخدموا في سلك التعليم هذوكم زادة مساكين وقتاش يرتاحوا كيف في العطل. في العطل وينهم يرتاحوا يعطوهم العطلة متاع 15 يوم وعطلة الصيف يرتاحوا فيه. واللي يخدموا في الإدارات مساكين هذوكم على دور العام روتينهم هكا يرتاحوا السبت ولا حد، بالعكس يزيدوا يتعبوا فيه، يرتاحوا من الخدمة يزيدوا يتعبوا فيه في الدار، قضية الدار وفي صغارهم وكل. وما المرأة اللي قاعدة في الدار هاويني هذيك مرتاحة، هذيك مسلكتها الأخرى، هاي تقضي النهار كامل، مثال تقضي نص النهار الأول نص النهار الثاني قاعدة مرتاحة ما عندها ما تعمل. فما برشا نساء مثال طيب غدا وعشاء، طيب غدا طيبوا يعني يتغدوه ويتعشوا. فما نساء مساكين يطيبوا غدا وعشاء، الغدا وحده وعشاء وحده كل واحد وكيفاش. باهي لهنا اخواتي كيف ما تشوفوا الكولوار، جيت للكولوار صيال هنا قريب نكمل باش ننظف الكولوار ومن بعدها ننظف التواليت والكوزينة. اخر حاجة الكوزينة سيقتها وحدها ما تشوفوا لهنا اخواتي. لهنا جيت كما قلت لكم الكولوار نمسح فيه ومن بعد الكولوار باش نمشي للتواليت ننظفها نرتاح منها. اخر حاجه كما قلت لكم بعد تغدينا كملنا تغدينا عطيت ضربه الكوزينه نظفتها سيقتها الكل. باهي اخواتي عاد ما تنسونيش في تعملوا جيم ما تنسونيش زاد تشاركوا في القناه. ومره اخرى زاد نشكر كل واحد تفاعل معايا وشارك في القناه، نشكركم الكل ومرحبا بكم عندي في القناه وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. وتوا نقولكم في امان الله. اي هذا مش